السلام عليكم. هنعمل النهاردة الكيكة الترند اللي هي بالمانجا. طبعا المانجا استخداماتها كتير ومتوفرة دلوقتي في السوق لان هي رخيصة جدا. يلا بينا نستغلها في حاجة حلوة، وكمان دي ترند حلو قوي، هتنفعك في العزومات، تنفعك على حد جاي، يعني بسرعة بسرعة تكوني مخلصاها. في بولة هنجيب 3 بيضات ونحط فيها رشة من الفانيليا، كوباية الا ربع من السكر المطحون او العادي، بالمضرب بقى السلك او المضرب العادي باي حاجة. سمي الله وصلى على سيدنا محمد. عايزين اللون يفتح شوية معانا. كل ما بتضربي في البيض والسكر والفانيليا بتبقى احلى. دي كان باقي من السكر. عندنا هنا بعد كده هنوقف المضرب شوية. انتي وقفي شوية واضربي بيه شوية. ولما الخليط بيض كده معانا لازم يفتحها خالص كده. هننزل بكوباية الا ربع زبدة على معلقتين من الزيت ونضرب تاني. هنا برضو عندنا كوباية الا ربع من اللبن، كله بدرجة حرارة الغرفة، وهنضرب تاني مع بعض. حطي بقى اللايك والكومنت وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا عندنا كوبايتين وربع من الدقيق، هننزل عليهم بمعلقة من البيكنج باودر، وهننزل بيهم تدريجي واحدة واحدة. وبراحة كده وانتي بتضربي هاتي من تحت لفوق عشان برضو ما يكتلش معاكي. شوية شوية دقيق وحطي. وبعد ما القوام بقى بالشكل ده، قوام الكيك العادي، هنجيب بقى صينية كبيرة. كل ما الكيكة طلعت في صينية اكبر وكل ما رققت تبقى احلى. لازم الكيكة هنا الطبقة الاولى دي تبقى رقيقة خالص، ما تبقاش نافشة وعالية. بعد كده هنحط في الصينية شوية زبدة او زيت ونعفرها كده بالدقيق، وهندخلها الفرن درجة متوسطة على 180 نص ساعة وهنطلعها. بعد كده نعمل الطبقة التانية بتاعة الكريم شانتيه. هنحط كيس من الكريم شانتيه عليها ربع كوباية من المية المثلجة وهنضرب. ولما يبقى بالقوام ده دخليها الفريزر بقى شوية تمسك نفسها عقبال ما الكيكة تطلع. واول ما الكيكة طلعت حطينا عليها كوباية او نص من اللبن، هي كوباية نص على حسب بقى ما الكيكة تاخد معاكي، لحد ما تتشرب خالص. وزي ما قلت لك كل ما الكيكة تبقى خفيفة وسمكها قليل تبقى احلى. بعد كده هنطلع. لازم تحط الكريم شانتيه في الفريزر او في التلاجة يا جماعة عشان يمسك نفسه شوية. هنحط بقى الطبقة بتاعة الكريم شانتيه كده ونوزعها كويس. وبعد كده عندي قطع المانجا هنقطعها وهنحطها على الكيكة من فوق. وادي قطع المانجا حطيناها من فوق. وبعد كده هنعمل الطبقة الأخيرة وهي طبقة الجيلي. ممكن تعملي بيوريه مانجا وتحطيه على الوش، ممكن كمان تعملي الجيلي براحتك اللي انت عايزاه، بس دي ترند جديد وشكلها حلو قوي وطعمها احلى. طبعا الجيلي كيس من الجيلي هنحط عليه كوباية من المية السخنة وكوباية من المية الساقعة المتلجة. تقدري تدخليه كمان التلاجة يمسك نفسه شوية اهي. انا كنت مصورة الصورة اللي قبل دي اللي وانا بحط فيها الجيلي. هنجيب بقى اللي هي الكيس الجيلي نحط عليه زي ما قلت لكم كوباية سخنة مية سخنة وكوباية مثلجة ساقعة. ممكن تحطها في التلاجة شوية تمسك نفسها، عشان انا غلطت غلطة. انا وانا بحط الجيلي ما حطيتش الكيكايه في التلاجة تمسك نفسها، والجيلي ما كانت ماسك نفسه شوية فطلع مني شوية فوق.
فانتوا ما تغلطوش الغلطة دي، دخلوا الكريم شانتيه التلاجة يتمسك نفسه، وبعد كده حطوا المية السخنة، وبعد كده تحطوا مية مثلجة على الجيلي. وبعد ما حطيتها دخلتها التلاجة شوية، ما تدخلهاش الفريزر، وتطلع بالشكل والجمال ده. لو عجبك الفيديو متنسناش تحطي لايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والتزيين بقى اختياري زي ما انت عايزة.